شفت القدر عمل فيها ايه يا جميلة؟ خلاني اشوفك واقابلك وما اقدرش اخدك في حضني. النبي يا عم، ماما تعبانة أوي، محتاجة نروح للدكتور. ممكن تيجي تساعدنا؟ طب وهو بابا فين يا حبيبتي؟ أنا ما عنديش أب زي كل البنات، عندي ماما بس هي تعبانة. والنبي يا عم أرجوك تيجي توديها للدكتور. افتريت عليكي قبل ما تيجي للدنيا، عشان كده ربنا حرمني منك. بس هعيش في الحرمان ده لحد امتى؟ لحد امتى يا جميلة؟ أنا حسام اتصل بيا وبعت جابني بالبلد مخصوص، والكلام اللي قالهولي زعلني. ولا انت قصدك تزعليني يا ام جميل؟ انت بالذات يا عبد التواب بيه، جمالك فوق راسي وما اقدرش انساه. انت عطفت عليا وعملت معايا اللي الاخ ما بيعملوش مع اخته، من غير ما تعرف اني مرات صاحبك ولا ليه علاقة بحسام الهواري. اللي حصل يا ام جميله انا مخي لحد النهارده مش قادر يستوعبه. المهم، انا حسام قال لي ان انت بطلتي تروحي للدكتور اللي انت بتتابعي معاه، وزرع الكلى مهما عدت عليه سنين بيبقى محتاج مراعيه. انت ليه بتأهملي في نفسك كده يا ام جميل؟ واهتم بنفسي ليه؟ انا خلاص قررت اواجه الحقيقة يا عبد التواب بيه. حقيقه؟ حقيقه ايه يا ام جميل؟ حقيقة ان بنتي خلاص لا هشوفها ولا هتشوفني تاني. كلام ايه اللي بتقوليه دي؟ بلاش نضحك على نفسنا يا عبد التواب بيه. جميلة ليها سنين عايشة في بلاد الأجانب وسنها قرب عن جواز، يعني لو عرفت واحد هناك واتجوزته والست نبيلة ماتت يبقى خلاص جميلة علاقتها اتقطعت بمصر للأبد. لا، الكلام اللي انت بتقوليه ده مش مظبوط خالص. المصري لو لف العالم كله هيفضل مصري، حتى لو مولود بره مصر. فما بالك بجميل اللي قضت طفولتها هنا في مصر. كلامها مظبوط يا عبد التواب، حتى انا ابتديت استسلم واليأس يقتلني. يا ريتني كنت مت قبل ما اعرف ان ليا بنت، لا انا اعرفها ولا هي تعرف حاجة عني. يا جماعة الحسابات اللي انتوا حاسبينها دي حسابات العقل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كبير وهو اللي بيسير الأمور مش العقل القاصر. لما انت حكمت على مراتك بالموت ما ماتتش، وهي لما ادت بنتها للست نبيل عشان الدكاترة قالوا لها انك هتموتي ما ماتتش. ربنا هو اللي بيسير الأمور، فخلي اتكالكم عليه، هو الوحيد اللي قادر يهون كل عسير. امبارح لما قلت لي انك كنت في كلية طب وما كملتيش، انا زعلت، لاني عارف الطالب بيتعب قد ايه عشان يوصل لكلية زي دي. طب ممكن تجيبي لي اوراقك وحاجتك وترجعي كليتك وانا متكفل باي مصاريف؟ ايوه يا حسام بيه، انا دورت على العلاج بتاع ام جميله في كل الصيدليات، لكن في نوع مش موجود، وهي جالت لي ان ما اجيبش سيره قدامك وبتاخد العلاج الموجود، بس انا قلت اقول لك. طب في بنت جميلة واسمها جميلة تمشي في الشارع حافية؟ الشبشب بتاعي اتقطع وأنا ما عنديش شبشب.
يا اهلا وسهلا يا مرحبا. ازيك يا ام ابراهيم، عامله ايه؟ الله يسلمكم، اتفضلي اتفضلي. ده العلاج بتاعك يا ام جميله. معقول؟ ده انا لفيت عليه كل الصيدليات وقالوا لي ما تتعبيش نفسك، مش هتلاقيه في مصر كلها لانه ناقص بقاله اكتر من شهر. هو انت ليه مش عايزة تسمعي كلامي يا ام ابراهيم؟ الكلمتين اللي هقولهم لك حطيهم حلقة في ودنك. اوعي تفتكري ان انا مبسوط بشغلك معانا في الشركة. هو انا زعلتك في حاجة؟ انت لما مشيتني انا كنت خلاص ماشي، بس هو النصيب اللي خلى حسام بيه خرج وخلاك تاخد ورقي. انت عارفة مين هو حسام بيه الهواري اللي واحدة زيك ثانوية عامة تبقى السكرتيرة بتاعته؟ انا بعد ما قابلته روحت وقريت عنه، لقيت انه شخصية كبيرة ومرموقة، بس في نفس الوقت هو حد طيب. والطيبة بتاعته دي وجعالي قلبي. الشركات الكبيرة ليها بروتوكول بتمشي عليه. يعني سكرتيرة حسام بيه الهواري المفروض تكون جامعة أمريكية على أقل تقدير، مش ثانوية عامة. هو ده برضو كلام يا ست هانم؟ مش عايزاني اقول لحسام بيه على حاجه زي دي؟ حسام بيه أول ما عرف خلانا لفينا القاهرة حتة حتة، ولما ما لقيناهوش بعد جابه من أمريكا الشركة الأم اللي بتصنعه. طب اعمل ايه حضرتك؟ انا عايزة اشتغل وخلاص، حتى لو هتوديني بوفيه مش هقولك لا. احنا ما نقدرش نكسر كلام حسام بيه. اللي انا عايزه منك ما تجيبيش سيرة قدام حد انك ثانوية عامة. يلا اتفضلي. زمان لما ما كنتش بلاقي اجيب العلاج كنت بنزل اشتغل في عز التعب. العلاج خلصان بقاله يومين وسعره غالي قوي، وقلت النهارده بعد ما اخلص شغل اشتريه علشان اعيش وافضل جنب بنتي جميلة. لكن دلوقتي مبقتش فارقة، العلاج موجود او مش موجود. فالفلوس بتاعت العلاج خلى حسام يخصمها من نفع الشهرين، غير كده انا مش هاخد العلاج. ما تقلقيش يا ست اسراء، حسام بيه كان عارف ان انت هتقولي حاجه زي كده وكان عامل حسابه. خد يا ام ابراهيم، ده المرتب بتاعك. ام ابراهيم كمان هو اللي فرضها عليا، انا ما تعودتش اعيش وانا عندي شغال. والنبي يا ست هانم ما تتكلمي في الموضوع ده تاني. المرتب ده لقمة عيشي بعيش بيها انا وبناتي، بلاش تطيعيها والنبي. حسام بيه قبل بكل شروطك يا ست إسراء، كان شرطه الوحيد إن أجيب لك واحدة تعيش معاكي. بلاش تجرحي فيه كل شوية، إحنا اللي عايشين معاه وشايفينه. مبقاش يعرف شكل الضحك ولا اللقمة الحلوة ولا الفرحة. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.